دايما المبدعون مبدعون، ودايما برنامج من البرامج اللي احنا متابعينها في اسكندريه. كل ادباء وشعراء وقصاص اسكندريه كلهم متابعين برنامج حضرتك. شكرا. استاذ احمد، يعني رمضان حاله انسانيه جميله جدا، مش مجرد طقس عبادي، بيهز الشعور وبيهز الوجدان، وفي حاله بتكون حاله من الصفاء والهدوء في النفوس. بركه كبيره جدا ربنا ونعمه نتمنى دايما انها تكون موجوده بينا. يعني الشاعر كيف يتفاعل مع هذه الجوانب الإيمانية والروحية في الشهر الكريم؟ هو الحمد لله شهر صفاء ونقاء، ودايما الواحد يغتسل في هذا الشهر. وزي ما حضرتك عارف استاذ طارق، يعني الشهر ده شهر عبادة فعلا، واحنا كشعراء بنحتفل بيه لازم كله بيطلع من وجدانه، بيكتب من وجدانه. بنحتفل بيه عند ابو العباس، بنعمل ندوات. هنا حضرتك اهو معانا في ندوه، ودايما متابعنا الحمد لله. دايما الشعراء يحتفلوا بهذا الشهر يوميا. ليك انتاج عن شهر رمضان؟ طبعا، في اكيد اي شاعر كتب عن رمضان، وانا كتبت اكثر من قصيده، ولكن يحضرني قصيده الان. لما ابص في نن عيونك المح فيهم جامع الازهر، والمرسي ابو العباس، وجوامع حضن كنايس، وعجوز طيب غلبان واقف ساعة المدفع بيفرق تمر وخروب، والبعد أذان المغرب واقف مبسوط فرحان، وموائد رحمن وصلاة تراويح، ووشوش خضرة بريئة لابسين التيشيرتات شايلين كراتين وشنط رمضان. الخير فيك وفينا اليوم الدين، الخير فيك وفينا اليوم الدين، يم الوجه صبوح بيغني. اشتقنا لك قبل ما تمشي، اشتقنا لك قبل ما تمشي، كل ايامك عطر ونور. ليه مستعجل؟ انت معانا، مالي حشانا خير وسرور. فوانيسك بتفرحنا واذانك غير اي اذان، علشانك علقنا الزينه غنينا احلى الالحان. اتجمعنا وتلمينا، المتخاصم صالح صاحبه اخده في حضنه بالاشواق، طيب خاطره ونشف دمعه. طيب جدا يا رمضان، طيب جدا يا رمضان، فوانيسك بتفرحنا وأذانك غير أي أذان. أستاذ أحمد، يعني الآية القرآنية الكريمة بتقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صدق الله العظيم. الحقيقة يمكن في هذه الأيام ومع وجود الأزمة الاقتصادية العالمية الكبيرة لها تأثيرات أيضا على مصر، ورغم تأثيرات كثيرة وارتفاعات في الأسعار وكل هذه الأمور، لكن ما زلنا نجد ان في ناس رغم هذه الظروف لسه بتعمل مواد رحمن، ولسه بتطلع مساعدات للناس. هي مش مساعدات في الحقيقه، هي حقوق الناس رغم رغم حاجات كتير قوي. يعني كيف ترى هذا المشهد؟ والله قبل ما اجي على طول حد اعطاني مبلغ، اقسم بالله هذا حدث، رغم ان انا عارف ان هو يمكن في حاجه يعني للمبلغ دي، لكن اعطاني عشان اوصلها لحد. واحد اعطاني، اقسم بالله هذا كلام مش كلام، هذا كلام فعلا، شنطه. واحد قال لي ممكن الشنطه دي توصلها لحد تكون عارفه وعندي موجوده، اوصلها ان شاء الله. فالناس فعلا مطلعه، يعني النهارده اي شنطه رمضان بتكلف حوالي 200 جنيه على الاقل، يعني على الاقل. فلا الناس ما زالت بتدور، يعني لو هو مش عارف بيدي لواحد صاحبه يكون عارف حد، ورغم ان هو محتاج كده، بس هو كمان ربنا بيكرمه وبيبعت له رزق اكتر واكتر. وطبعا زي ما كلنا عارفين الصدقه لا تنقص من مال. يعني كيف تفاعلت مع هذه المشاهد على المستوى الشعري؟ يعني الإحساس لا يوصف. أنا أقول لحضرتك يعني أحيانا الواحد بيبكي من كلمة. والله يعني حقيقي جواه بيحس كده، إيه الناس الطيبة، إيه مصر الجميلة دي. أقسم بالله إن مصر فعلا فيها ناس يستحقهم إن مصر تبقى بلدهم، وبينا إحنا
يعني انا واحد من الناس مثلا كنت بجيب كيلو لحمه، لا ممكن اجيب نص كيلو، كنت بجيب نص كيلو ممكن اجيب ربع كيلو، وربع التاني ممكن اديه لحد تاني. يعني لازم احنا نبقى مع بعضينا كده، انت تساعدني وانا اساعدك والناس كلها تساعد بعضيها، هيبقى في المحبه وفي الفه، وفي الفقير مش هيحقد على الغني والغني يعطف على الفقير، والدنيا كلها تمشي وتبقى الشعب. ويا رب مصر ربنا يحرسها ويحميها وتفضل مصر الأصيلة زي ما احنا عشناها وتعودنا عليها. ايه اخر كتاب قريته؟ انا اخر كتاب كان ديوان شعر لصديقي الاعمال الكامله عز الدين خلاف. كان عامل الاعمال الكامله بتاعته، فهو اللي انا اقراه الان، الى جانب طبعا المصحف في الليل. استاذ احمد الحمله من سكان حي العجمي، والحي العجمي ربما يعني يعلم البعض وربما لا يعلم البعض الاخر، في حال من عشان هو من اماكن الامتداد العمراني الحديثه، فحجم او نشاط المؤسسات الثقافيه في محدود. استاذ احمد الحمله كانت وما زالت وتستمر ان شاء الله في دعم الحركه الثقافيه لمنطقه العجمي، سواء على مستوى المتلقي وايضا على مستوى المبدعين في هذا المكان. استاذ احمد، يعني سابقا كان ليك لقاء مع السيده رئيسه حي العجمي، وكنت يعني بتطلب من الحي نوع من اقامه قصر ثقافه او مؤسسه ثقافيه، نشاط ثقافي حكومي او تبع الدوله في هذه المنطقه الشبابيه اللي بالفعل محتاجه الخدمه الثقافيه. ايه الجديد في هذا الامر؟ هو طبعا انا السنه اللي فاتت عملنا ندوه في حي العجمي في رمضان زي داخل المقر نفسه الديوان، والسنه دي عملنا يوم الثلاث اللي فات يوم 14 عملنا برضو صباحيه مش امسيه بقى، كنا الساعه 11 الصبح. حضروا فعلا ناس، لا والله ناس حضروا وشعراء حضروا، وكان عندنا في دوايت بعد كده امسيه في نفس الوقت. طلعنا من امسيه الحي الى امسيه دوايت. طبعا امسيه الحي كان بالاشتراك مع قصه ثقافه الابان، وطلعنا عملنا في امسيه. انا طبعا المستشار العام لاكاديميه دوايت للفنون والشعر، وكان عندنا امسيه وعملنا الامسيه بتاعتنا. وطبعا لما طلبت انا قصر ثقافه السنه اللي فاتت فعلا تخصص لها ارض، ولكن كما علمت يعني ان وزاره الثقافه قالت معناش فلوس نعمل قصر ثقافه، فراحت للتربيه والتعليم. طبعا اولادنا ما راحتش بعيد، والسيده هدى ابو كليله رئيس الحي وعدتني بان ان شاء الله هيكون في قصر ثقافه. هو طبعا الاستاذ احمد صبر ثابت مدير العلاقات العامه ما نساهوش، له جهد كبير. وعدوني بان ان شاء الله هيكون في مكان اخر لقصر ثقافه، ووعدوني حاجه اجمل لما قلت لهم طب احنا عاوزين نعمل نشاط عبال ما نجيبه ونبنه، قالوا ممكن نعمل على الشواطئ، ممكن نعمل اي مكان تبع المحافظه، شواطئ العجمي، اي حاجه تبع المحافظه ممكن احنا نعمل فيها في الشواطئ على خلال فتره الصيف طبعا. طبعا الصيف وممكن اي اماكن تاني تبع المحافظه ممكن يسمحوا لنا ان احنا نعمل فيها كحاجه مؤقته عبال ما تعمل لنا قصر ثقافه. هو بس في فرصه استاذ طارق، يعني انا في عندنا جمعيه شبان المسلمين في الدخيله. هذه الجمعيه جمعيه شبان المسلمين لا نشاط، يعني مبنى كبير ومبنى حلو كده، بس النشاطات يعني انا من خلال برنامج حضرتك بطالب ان ينشطوا الدنيا شويه ويبصوا لحي غرب فيه مبدعين كتير جدا واسماء كبيره جدا وناس عندها نشاط وتعمل بلا مقابل، بل تصرف من جيبها كمان في سبيل ان احنا يبقى في نشاط ثقافي موجود. يعني حضرتك مثلا بتطلب من خلال مقر جمعيه شبان المسلمين في الاباري؟ لا ده في الدخيله. يتم ربما الاستعانه بهذا المكان في تفعيل الانشطه الثقافيه للجمعيات او للناس او تمام. وفي بقى في العجمي قصر ثقافه الاباري خد مقر في العجمي. المقر طبعا اشكر الاستاذه نجلاء السيد رئيسه القصر،
عملت هي اللي كانت معانا في العجمي، وعملنا احتفاليه كويسه. وطبعا انا يعني وعدتها ان هتعاون معاها وهي هتتعاون معايا، وهنبقوا نعملوا حاجه طبعا. وما الاستاذ عزت عطوان، الاستاذ احمد طبعا عواد، المجموعه الماسكه الثقافه في اسكندريه، الاستاذ محمد احمد سيد اللي هو برضو، يعني كل الناس دي اطلب من خلال هذا البرنامج المحترم ان يتعاونوا لنشر الثقافه، نحس بيها كده في العجم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جدا استاذ طارق، وشاكر افضالك، ودايما المبدعون مبدعون. شكرا.